عم تتفرجوا؟ لك يا زلمه لك يا مسكور كنوا وراه شو بدكم كنوا وراكم. قولي على امتي قولي على امتي لك انا انفضحت يا امي انفضحت بالحاره. وليه زهرية؟ بتعرفي ليش هداك الواطي عمل معك هيك؟ لا والله العظيم ما بعرف لك انا ما بعرفه. لكن ليش هيك عمل؟ والله العظيم ما بعرفه وقسما بالله ما بعرفه. وليه؟ طلعي فيني لشوف. اكيد ما بتعرفيه. والله العظيم ما بعرفه يا امي لك هاد مبين مجنون ومخه طائق. إيه والله لخلي اخوكي وابوكي يمسحوا فيه مزابل الحاره والله. الله لا يوفقه لك الله لا يسامحه. حسبي الله ونعم الوكيل على هالمصيبه. لك والله العفو القبره بايدي. اللي شو بدك تعمل؟ بدي اعمل فيه اللي ما انعمل يا بيه. تعال هون تعال الزلمه هرب برات الحاره. والله لجيبه من سابع ارض. مشان الله قوم شوف هلا بيعملنا شي مصيبه. الله ونعم الوكيل. وليه زهرية؟ وليه شو عامل بالحارة؟ وليه الله لا يوفقك فضحتينا فضحتينا يا الله لا يوفقك والله لا شيل عيونك يا ولا حاجه ولا بعيد عن اختك. لك شلون ندرم الناس باللي صاير معكم وما بتخبرونا؟ شلون؟ طول بالك يا رجال طول بالك والله ما عرفت شلون سترت على البنت. قلنا اكيد الكراكون رح يجوا ياخذوه يا بيه. والله على جثتي ما رح خلي لا الكراكون ولا غيره ياخذوه مني. طول بالك يا ابني طول بالك لا تعمل شي تندم عليه. والله ما امسكه لعلق مشنقته بنص الحارة. لك خلصنا خلي الكراكون يمسكوا ويحاسبوه. لك تعال هون خلينا نفكر وين بدنا نلاقيه. لك شو وين بدنا نلاقيه يا بيه؟ والله لو كان تحت سابع عرض لجيبه وعلق مشنقته بالحارة. حازم حازم ايه ما في من هذا الحكي يا مو ما في من هذا الحكي. اهدى هدي ام جلال، احكي لنا القصه بدون ما تلفي وتدوري. يا ابن الحلال الظاهر في شي بين جميل وزهريه. اعوذ بالله لا اعوذ بالله على الحكي يا مو. لك يا ابني خلينا نسمع القصة. يا ابن الحلال يوم اللي كنا رايحين لعند بياع القماش وهجم عليها بده يقوم للغطا يخرب بيته كان عم يزورها وحاقد عليها كأنه. شو عم تحكي يا مو شو هالحد يا مو ما في من هذا الحكي عم اقول لك ما في من هذا الحكي. طيب كثير منيح منروح انا وياك لبيت حماك ونحكي هالقصه قدام حماتك وخطيبتك خليهم يسترجوا يكذبوني. ايوه يعني قصدك تقولي انه في شيء بين جميل وزهريه؟ يا بي زهرية أنا بعرفها شريفة ونظيفة مستحيل يكون لها علاقة مع هذا الواطي جميل. لك خلاص انت ولك هذا الشيء بيثبت انه في شيء بيناتهم. مو صحيح يا بي. انت اللي بتعرف وينه لجميل، احكي احسن لك. عملكم ما بعرف وينه لجميل يا شباب. جميل ما بيعرف وينه. كذاب هو بيعرف وينه. انت واحد كذاب. لا يا سيدي هو اللي كذاب هو اللي بيعرف وينه هو اللي مخبيه. ولك ما بعرف وينه الله وكيلكم ما بعرف وينه. هذا الحكي مو مزبوط بنوب سيدي. كذاب سيدي. أنا متأكد إنه هو بيعرف وين مخبي جميل بس ما بده يقول لنا. لك احكي احسن لك ها احكي. خلصنا انت وياه. امرك سيدي. بتعرف وين متخبي جميل؟ يا سيدي والله ما بعرف وين متخبي جميل، ولا بعرف ليش هيك سوا مع المستوره بنته لأب حازم، ولا بعرف شيء يا سيدي. كذاب. جميل ما له حدا وانت صاحبه الوحيد. انا مالي كذاب وحلفت يمين اني ما بعرف وينه لجميل، شو بدك تساوي يعني؟ شو بتساوي انت يعني؟ بدي اشتكي عليكم عند سيدي. واذا اشتكيت عليهم رح تنحبس معهم انت يا سعيد. وليش يا سيدي؟ لانه عناصر الكراكون شافوكم عم تتخانقوا مع بعضكم. يا سيدي بدك تحبسني بالكراكون؟ لك انا كنت عم دافع عن حالي بس. اسمعوا انتوا الثلاثه، يا هلا بتطلعوا من هون يا اما ثلاثتكم تحطوا بالحبس سون. شو قلتوا؟ موافق سيدي انا، بس بشرط بدنا نكتب تعهد انه ما عاد يقربوا علي مره ثانيه بنوب. شو؟ موافقين سيدي موافقين. يلا هلا بعد ما اكتب التعهد تبصموا لي عليه وتمشوا من هون. حاضر سيدي حاضر. نحن جايين نحكي كلمتين ونمشي. نسمع. لا تخلي جناني يطلع، احكي. يا بي انا ما بدي اطلق لزهرية ما بدي اطلقها. لك بنتي ما لها ذنب باللي صار ومع هيك جايب ابنك ليطلقها. بده يطلعها وكل شيء عم بيصير من ورا بنتك. اسمع لك
اليوم فاتح الحبس من شانها، وبكره لا سمح الله بجوز ينقتل من شانها كمان. بنتي ما لها ذنب اللي عمله جميل المجنون. لو كان مجنون كان عمل هالشي مع كل الناس، مو بس مع انتك. شو قصدك ابو جلال؟ اللي فهمتوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكف مشان تتعلم ما تكسر كلمة أبوك ولك. بس يابي اسكت! ولك أنت كيف تأمل على حالك تتجوز وحدة كل شباب الحارة شافوا وشها وشافوا شعراتها؟ كيف؟ يابي ما دخل لك حتى لو ما دخلوا لك عم لك شافوا شعراتها، شافوا وشها، يعني لو يصيروا يحكوا عليها، هذا يقول لك لون شعر احمر وهذا لون شعر اصفر وهذا وشها حلو وهذا وشها مو حلو. يابي مشان الله عايش تحكي عليها. عايز احكي؟ شفت؟ كلمتين ما تحملتوا مني، ولك كيف بدك تتحمل كلام الناس؟ كيف؟ لك اقل كلمة بدنا نقولوا في علاقة بينه وبين جميل. لك والله لا اذبحه لجميل والله. ايوه ابطاي انت، روح اذبحه مشان تنشنق انت وتروح زهرية تتجوز اللي بدها اياه. لك يا بوس ايدك قل لي شو ساوي شو ساوي. لك طلقها وخلصنا من هالمشكلة بقى. ولك طلقها واسمع كلمة أبوك، وأنا وحياة عينك لاقي لك وحدة أحلى منها. ما رح طلقها. قول لي عندك بسرعة. عمي انا ما رح طلع لزهرية، واهلي هن اسمع يا ابني، هنن كلمتين. بهي اللحظة بدك تطلقها لزهرية. بتقدم لي عريس وأنا ناوي أعطيه. صحيح هو كبير بالعمر، بس عقله كبير وموزون، مو كلمة بتاخده وكلمة بتجيبه. زهرية ما رح طلقها، هذا اخر كلام عندي. خاطرك. عمي ابو حدو، شلونك عمي ابو حدو؟ علي سعيد. انا بس بدي اسالك عن حدو، شنو ما عم شوفه منوم؟ شلون يعني ما عم تشوفه؟ والله ما عم شوفه يا عمي ابو حدو، صار لي شي 10 ايام ما شفته ولا شافني، هو له معي ديني ولازم ارجع له اياها. العمى، وانا كل ما بساله وين رايح بيقول لي انا مع سعيد. والله شلشتني. بجوز عم يسهر مع غيري يا عمي ابو حدو، الله يهنيه بجاه النبي. شو علي؟ هي المصاري كتر خيرك وخيره، بس ودي له اياهم عمي ابو حدو. السلام عليكم. وصل الله معك. وين عم يروح هاد؟ شو علي؟ مساك جميل، هي الأكل. يسلموا ايديك. ليك جميل، صحيح أنا ساعدتك وجبت لك أكل، بس هاد ما بيعني بنوب إني رضيان على الشي اللي ساويته. لا يا حدو، حدو انا رفيقك الروح لا تاخذني بالعبطة جميل. ايوه معلش، انت غلطت ولازم تتحمل نتيجة غلطك. هي أكلاتك دبر حالك فيهم، بس أنا طالعني من الموضوع لأنه مو ناقصني مشاكل بنوب. بس حدو مشان الله يا حدو. هذا جميل، انت هون والحاره قايمه قاعده عليك. ولا تعال هون، هلا بورجيك حسابك بالبيت. عمي مشان الله مشان الله. لا لا يا عم، لا يا ابي، لا يا ابي، لا يا ابي، يا ابي فهمني، يا ابي بس شوي يا ابي. خبرني جميل وين متخبي؟ يا ابي راح بحال سبيله، خلص اعطوه للزلمه. يعني بتعرف وينه؟ ايه بعرف، بس مستحيل يطلع خسيس يروح خبر عنه. لك عمال لك احكي لا احسن ما اخلص عليك. يا ابي جميل متخبي بالخرابه عند عمته الله يرحمها. ايوه هلا بتطلع قدامي على الكراكون، اقسم بالله العظيم اذا ما بتقول لهم وين لا تبرى منك. ما بدي، ما رح اقول، ما بدي. وليش عملت هيك يا جميل؟ سيدي انا كنت بدي اعدل جوازتها من جلال. اوف، وليش بدك تعطي جوازتها من جلال بقى؟ لانه سيدي المستوره لازم تكون مرتي لإلي، وهذا جلال هو جوزها. سيدي الله وكيلك انا بحبها كثير يا سيدي. واللي بيحب الحلال بيروح بدق باب بيت العالم اللي طالبهم، مو بيروح بيعمل عملتك هاي. بس يا سيدي هن كانوا ما راح يوافقوا، لاني انا فقير واندبوري وما معي اكل. مثل ما لك شايف حالتي، مقامي ماله من مقامه. لك يا ابني، انت
انت جربت تطلبها وولعتها؟ الظاهر واضح يا سيدي. لك يا ابني انا ما بتهمني مصرياتك، انا بتهمني اخلاقك وانك تدير بالك على البنت وما تظلمها. عمي مشان الله جوزني اياها، الله وكيلك رح حط التاج على راسي. لك انت شو عم تحكي؟ جنيت؟ زهرية بتكون مرتي الي. جلال لا تتجاوز حدودك، بعدين لسه في بيناتنا حساب ما خلص. بعدين انا خبرتك انه زهرية راح تنخطب بعد ما تطلقها. عمي أنا بعرف إني غلطت، وغلطي إني ما دافعت عن زهرية من الأول إنه هي بريئة. والمطلوب عمي فكر فيها، أنا ليش لروح جيب جميل وأشحطه على الكراكون ولا أثبت للعالم إنه هي بريئة؟ أنا ليش هيك لأعمل؟ عمي أنا بحبها لزهرية وما بدي طلقها، كرمال الله يا عمي ارضى بقى. مشان الله يا عمي، مشان الله بوس ايدك، انا والله بحبها وبدي اياها.